دعم نقدي ولا دعم عيني؟ إيه اللي بيحصل في منظومة التموين والدعم؟ كل دي أسئلة بتشغل بال مواطنين كتير، والنهاردة هيكون معانا ضيفنا الأستاذ ماجد نادي نقيب بقالي التموين علشان نعرف منه الإجابة على الأسئلة دي. أهلا بحضراتكم وأهلا بيك يا أستاذ أهلًا ماجد، بحضرتك، أهلا أهلًا مساء بيك. المشاهدين، حضرتك منورني ومشرفني. منور بوجودي يا فندم. في البداية كده عايزة أعرف من حضرتك يعني إيه نظام نقدي ونظام عيني؟ دعم نقدي ودعم عيني يعني إيه؟ طب إحنا خلّينا نقول إن هو دعم نقدي مشروط وليس مم. دعم نقدي مطلق، إحنا مم. مشروط لإني هاقول ليه مشروط. الدعم العيني دلوقتي إحنا شغالين عليه حاليًا هو الدعم العيني اللي هو مرتبط بسلع معيّنة بعينها، مم. فدعم عيني إن حضرتك بتيجي تاخدي التموين، بتاخدي سكر وزيت مم. وما تبقى من سلع أخرى. صحيح. الدعم النقدي اللي إحنا عايزينه عليه إن إحنا هنبقى مع حضرتك بطاقة التموين دي هتتحول بشكل كده يعني إمم. مبسّط عايزين نقول زي فيزة مشتريات، إمم. هنحط لحضرتك قيمة والقيمة دي من حقِّك تاخدي بيها السلع اللي أنتِ محتاجاها إمم. وليس السلع الإجبارية اللي موجودة، إمم. فالسلع اللي محتاجاها من مواد غذائية بقى من إمم. تونة لمربى كل ما تحتاجيه أنتِ ليكِ مبلغ معيّن في إمم. الفيزا بتاعتِك، مش عايز أقول بطاقة تموينية بقى. إحنا عايزين نخرج من كلمة البطاقة التموينية نقول دي فيزة مشتريات إمم. بندّيها للمواطن، فدعم نقدي مشروط، ليه مشروط؟ إن أنا هاحُطِّك لحضرتك إنِّك هتاخدي العيش من المخبز أو هتاخدي سلع غذائية وليس سلع إمم. تموينية من عند مقر صرف السلع الغذائية إن كان هيبقى في المستقبل خلال الفترة اللي جاية دي إن شاء الله هيبقى carry on. إمم. هتبقى مجموعة سلاسل تجارية اللي هي صرف السلع للمواطنين عن طريق البطاقة التموينية الفيزا أو الفيزة المشتريات، هي المشتريات، دي. آه. فالدولة بتقول بدل ما أنا باهدر أموال عن إمم. طريق سكر وعن زيت وعن دقيق وعن عيش، لأ أنا هاحط ما قيمة الكلام ده كله هاحطه في قيمة معينة إمم. حسب السعر الشرائي الموجود حاليًا الأيام دي، إمم. واحطها للمواطن، والمواطن من حقه ياخد اللي هو عايزه. مثلًا النهارده أنا باقول إن رغيف العيش هيبقى بجنيه ونص. إمم. حضرتك عايز 5 رغيف، فأنا هاحط لك في اليوم للفرد 7 جنيه ونص، خدت عيش على راسي، إمم. اخترت ما خدتش عيش هتاخد بيه سلع غذائية، إمم. فباحوّل تكلفة الرغيف الفعلية اللي بتدفعها الدولة بدل ما بياخدها المواطن في حالة إنه خَد عيش أو ما خدش عيش، القيمة المتبقية باحوّلها بالقيمة الفعلية بتاعتها، إمم. وده حاجة المواطن. أنا عايز أقول لحضرتك إن ممكن المواطن في الدعم النقدي البطاقة تعدّي ال1500 جنيه، لك طب أن ما أنا كنت عايزة تتخيلي؟ أسأل حضرتك الحد الأدنى، يعني والّا هو الموضوع كله ثابت؟ لأ، إحنا النهارده لأ، يعني هاقولها لك بالخبرة، لكن وهي آه. ليس يعني حاجة أيوه، ملزمة. أيوه، مش حاجة الخبرة النهارده هو بيقول لحضرتك إن أنا بادّيكِ كيلو سكر وإزازة زيت إمم. وجزء صغير يمكن كيس مكرونة للفرد. مثلًا، آه. بالسعر الحُر النهارده لو قُلنا إن سعر كيس السكر فيه الحُر 30 مثلًا إمم. أو إزازة زيت 60، 90 إمم. وكيس مكرونة 15 أدي كده 105. فالدولة إحنا بنقيسها إمم. بالخبرة، اللي هيدّيه لِك دلوقتي كسلع هاحُط لِك قيمته فلوس في الحُر، إمم. فأنتِ مش خسرانة حاجة، بل بالعكس النهارده هيبقى عندِك عارفة فكرة الكيف وليس إمم. الكم، أنا هاخد بكيفي. أيوه، فاهمة حضرتك. بالضبط، هو ده الدعم إمم. النقدي. بس الناس بتسأل، يعني أنا دلوقتي هاخد الفلوس دي، طب أنا هاروح لمين أجيبها؟ يعني أنا دلوقتي فيزا في إيدي في أي مكان أروح أقول له والله أنا معايا في بطاقة التموين مبلغ كذا، عايزة آخد منه مثلًا بالفلوس اللي معايا في بطاقة التموين عايزة آخد الحاجة اللي أنا محتاجها يعني، والّا الموضوع هيمشي إزاي؟ الموضوع هيمشي زي ما قُلت لحضرتك النهارده كل مواطن معاه فيزا مشتريات في جيبه، إمم. كلنا معانا فيزا تمام. مشتريات، أنا بتبقى ليّا هي نفس جهات الكارت بتاع هو بطاقة نفس التموين؟ في خلال هذا الوقت لغاية إمم. لمّا المنظومة تنتشر يعني في تجارب على محافظات معيّنة، إمم. هو اسمه الكارت الموحّد. إمم. ليه؟ الفكرة الدولة عايزة تقول لو أنتِ بتاخدي كفل وكرامة إمم. ومعاكِ التموين فكله هيبقى باكج واحد. إمم. فيزا مشتريات الباقة ممكن يوصل ل1000 ونص و1700 وحسب عدد الأفراد يخش في 3000 جنيه لو ما بيضيف حتى ممكن بعد كده تضاف معاكِ المعاش، تلاقي معاكِ رقم كبير جدًا في البطاقة بتاعتِك تجيبي بيها اللي أنتِ عايزاه، إمم. وهيكون ليه مشروط؟ قلنا مشروط لإنه هيكون من منافذ معينة اللي هي منافذ carry on اللي لغاية إمم. النهارده إن شاء الله إحنا فتحنا حوالي 5 فروع وداخلين على إن في أول مرحلة 500 بدال تمويني أو مشروع جمعيتي هيتفق على مستوى الجمهورية، دي أول مرحلة هيبقى carry on فأنتِ عندِك في كل مكان تحت بيتِك هيبقى في carry on إمم. ففي هتلاقي نفسِك إن أنتِ سرعة الشراء مش محتاجة تفكّري هتروح عند مين، سرعة الشراء الراجل اللي تحتها carry on فالمنظومة دي هتبقى مش تعب للمواطن خالص، بل بالعكس هي هتبقى فكرة المواطن نازل مش عارف إن هياخد سكر وزيت، لأ أنا هانزل أجيب محتاجات البيت. إمم. فهي منظومة الدعم النقدي أنا عايز أقول إن في الآخر هي فكرتها لمصلحة المواطن، ولازم المواطن يعرف إنه مش هيحتاج إنه يروح لبدال تمويني أو مشروع جمعيتي أو مجمع استهلاكي السكر والزيت بتاعي، لأ،
انا ليا فلوس هاخد اللي انا عايزه. وانا بقول لحضرتك ان الرقم هيتعدى ال1000 وشويه. إمم. طب الناس خايفة ليه؟ يعني من كلام حضرتك المفروض الموضوع كله بيصُب في مصلحة المواطن، ليه الناس خايفة، ليه الناس قلقانة؟ السوشيال ميديا عامةً بتتكلم عن الفكره الموضوع ده ان في بشكل عام. بعض النفوس الضعيفه بتوصل للمواطن إمم. ان ده يتلغي، هيخليك تدفع الفلوس دي، إمم. هياخدوا منك الفلوس وبعد كده ما تلاقيش حاجه. فالمواطن غلبان بطبيعته انه بيصدق اي حد. ف في إشاعات كتير ظهرت، يعني زي ما كنا بنتكلم أنا وحضرتك إنه في ناس بتقول إن العيش هيتلغي، وفي ناس تانية بتقول لأ ده أنتم هتاخدوا حاجات لا معيّنة، يا فندم، مش العيش اللي أنتم. الميزه في إمم. المنظومه الجديده. انت حضرتك لما بتاخدي العيش بتاعك وتسيبي المتبقي، مثلا خدت ليكي 400 رغيف، خدت إمم. 300 اتفضل 100، بتاخدي بيهم سلع تموينيه او سلع اخرى من بدال التومين، بتحسب لك إمم. الرغيف اللي حضرتك ما خدتهوش ببريزه ب 10 صاغ. إمم. الدوله قالت لك لا، هو من حقه جنيه ونص، لان انا تكلفه الرغيف بديهولك بجنيه ونص، إمم. وادفعه لك بجنيه ونص، انت ما خدتوش هديك الجنيه ونص. إمم. فالبريزه لا، ما ينفعش. فدي فكره كويسه ان النهارده بتقول للمواطن الرغيف بتاعك بدال هضربه لك فما يعادل 15 رغيف. إمم. الرغيف اللي هتسيبه بجنيه ونص. الجنيه ونص حضرتك النهارده لو انت فرد فريقي كل يوم 7 جنيه ونص، إمم. ما خدتيش، خدت نص شهر نص الباقي. تخيلي ان حضرتك في الاخر الخمسه رغيفه في اليوم، في ال 15 ب 75 رغيف تضربيهم في جنيه ونص، إمم. تاخدي بيهم سلع غذائيه. إمم. دي ما كانتش موجوده. ما فلازم كانتش المواطن موجودة. يعرف ان صح. الدعم النقدي المشروط في مصلحه المواطن، إمم. ولازم يساعد الدوله على كده. لكن اي فكره حد يقول ان العيش هيتلغي او التومين هيتلغي، ده مرفوض تماما. إمم. ان مفيش حاجه من الكلام ده كله. المواطن هياخد حقه اكتر من الاول بكتير. طيب ممكن حضرتك تكلمني إحنا ليه نقلنا من الدعم العيني للدعم النقدي؟ ليه؟ ما هقول لحضرتك احنا النهارده في اهدار في المال العام. النهارده كسكر وزيت، وزاره التموين بقى عندها كم من مشاكل. النهارده انت مرتبطه بزيت ومرتبطه بسكر. طب إزاي الإهدار ده بيحصل؟ ما هو كده الناس بتاخد الحاجة برضه وبتشيلها وبتاكلها، ما حدش بيرمي زيت ولا حد بيرمي سكر. بص حضرتك، في مواطن مش عايز زيت وسكر، إمم. بس مش لاقي بديل. انا راجل غلبان ونفسي اكل علبه تونه، مش قادر اجيبها. إمم. انا عيالي ممسوكين في علبه التونه عايزين مربى إمم. للمدرسه، فانا مربط ناخد معاك سكر وزيت. إمم. انا عايز افك اللغز بتاع حضرتك ده. وده كله في الاخر خدي بالك، لما السكر وزيت الناس كل شويه تاخد سكر وزيت، المخزون بتاعك بيفضى وانت مش محتاجاه. لكن في صحيح، الاخر أيوه. لما انا اقول انا مش عايز النهارده زيت، خدت مربى، ده بديل. فالنهارده إمم. بقي المخزون الاستراتيجي بتاعك قوي، والطلب على السلعه بقي قليل. فكل ما الطلب يبقى قليل كل ما السعر يريح. يعني مثلًا بدل ما آخد 5 أزايز زيت، لأ آخد إزازتين زيت هاخد وآخد هاخد بال3 هاخد حاجات طلباتي، هاخد إمم. متطلبات بيتي. طب هو يعني الإهدار ده أصلًا بيحصل إزاي؟ يعني ما الإهدار هو في قلت النظام العيني إزاي بيحصل؟ النهارده اقول لحضرتك مثلا بيقول لك في ازمه في الزيت. إمم. ليه ازمه في الزيت؟ مثلا بيجي في الشتاء ان المراكب لما بتيجي في الشتاء طبيعي جدا الزيت بمجمد، ولسه عشان يخش إمم. من تكليف في المصانع بياخد وقت. إمم. فدي من ضمن النهارده. طب انا مستني ازمه الزيت ليه؟ ما إمم. هو انا عندي مواطن نقول 10% مش هياخدوا زيت. أيوه. في كتير جدا، خلي بالك كل حاجه محتاجين يغيروا. إمم. هي ازازه زيت موجوده اساسا ثابت والسكر ثابت، بس في بيوت مثلا ما بتاخدش سكر خالص، بيقول لك ضد. إمم. ما انت عارف حضرتك السكر ده بيعمل مشاكل كتيره قوي في البيوت. فبقول آه. لك لا انا في محتاج. ناس بطلت تستخدم سكر أبيض. بالظبط، بس انا لما اجي اخد تومين انا ملزم اخد السكر. آه. طب وفي ناس كمان ما بتحبش تستخدم الزيت. بالظبط. فدي آه. كل ده فده كله احنا. وبعدين بس هي still دوشه سلع سلع، أساسية يعني. دوشه سلع. احنا النهارده خدي زيت، عايز تاخدي زيت بس خديه بالشكل ايه؟ بالعيني، أيوه. بالنقدي. مش عايزاه على بالعيني قد خلاص. احتياجات خدي اللي البيت. انت عايزاه زيت خدي، وعايز سكر إمم. خدي. ده انا إمم. بالعكس بفيدك ان انا بطورك. إمم. يعني لابد ان الدعم النقدي ده يكون موجود من بدري. إمم. للاسف هو تاخير ده حصل، وده عمل اهدار في المال العام. إمم. لكن انا من حقي كمواطن ان انا اختار اللي انا عايزه. انت مديني فلوس مش مديني سلعه. إمم. يعني هو الموضوع مطروح من زمان ولسه بيتطبق؟ للاسف مطروح من زمان. إمم. بس انت إيه اللي عارفه أخر تطبيق الموضوع ده حضرتك لحد كان دلوقتي؟ لابد من تنقية الباقات، نشوف إمم. مين يستحق ولا يستحق، والعدالة الاجتماعية مين يستاهل وما ده يستاهلش. الموضوع ده برضه شاغل ناس في كتير، بالظبط. يعني فده فكرة ناس كتير لازم. طلعت من بطايق التموين، الشكاوي بقى اللي جات لحضرتك، أكيد حضرتك بتتعامل مع ناس كتير وبتشوف الشكاوي بتاعة المواطنين على السوشيال ميديا أو حتى في الطبيعة. يعني هي اكتر الشكاوي اللي جات لنا الفترة الأخيرة، ودي كان يعني كنت بقول في برنامج لحضرتك، كان بيجي إمم. المواطن الفترة ديت بيضرب البطاقة وإيده بترعش، خايف يقول البطاقة اتوقفت. جاي قلقان. عمال يدعي قبل ما يجي. أيوه. ويجي يضربها قلبه بيوقف فيها حاجة فيها حاجة. أيوه. اخاف يا ابني تكون وقفت. لكن اكتر المشاكل جت هي مشاكل المدارس الخاصة.
ودي كانت بكميه كبيره يعني، اللي هي مدارس خاصه. اللي عنده حضرتك مدرسه تشرحها لي. خاصه هو لا يستحق، بما انه بيدفع 20,000 جنيه في السنه، فالطبيعي جدا مش هيبص ل 500 600 جنيه يعني تموين او سلع غذائيه. بس بنقول اللي هو ما عندوش مشكله، هو لا ينطبق عليه شروط الغاء البطاقه، من حقه يقدم تظلم، وفي خلال 14 يوم على مصر الرقميه بيكون تم حل الموضوع. احنا من 14/6 فاتحين باب التظلمات وشغالين على هذا او الاساس. فعلا يعني دي حقيقه فعلا، بس الناس برضو على السوشيال ميديا بتتكلم انه احنا بنعمل تظلمات بس ما فيش حد هيجي له حاجه، واللي خرج خرج واللي خلاص وكده. لا انا كنت فهل بقول في فعلا حالات لا فعليه؟ فعلا يا فندم، احنا في اخر 25 كان حصل مشكله العربيات الاحلال، الناس اللي كل جابت عربيات احلال كلها اتشالت من التموين في نفس الشهر اللي قدموا في معلش تظلم. عشان برضو الناس ممكن تشرح لنا مشكله العربيات الاحلال ايه هي؟ ما مشكله العربيات الاحلال كانت الناس عندها عربيه قديمه من جيل السبعينات، فالدوله اتكرمت وقالت له اللي عايز يجي يجدد عربيته ناخد منه القديمه وندي له جديده. فالدوله اللي طرحت المشروع ما ينفعش تشرح عليها مشروع في الاخر تقول لي عشان انت عندك العربيه. لا احنا طرحنا ان كان في اقساط قليله وكانت على مدى بعيد، فكانت الدوله اللي عامله كده. ففي نفس الشهر قدموا تظلمات وكله رجع بطايقه تاني. فكل من هو ينطبق عليه عداله اجتماعيه تاكدوا انه هيرجع تموين تاني. دي حاجه تطمن ناس كتير برضو بصراحه. طبعا لان الفتره الاخيره زي ما حضرتك شفت كده التعليقات على السوشيال ميديا، حتى بعد موضوع كاس العالم، يعني الناس كلها بتقول لك انتوا شغلتونا بكاس العالم وخرجتونا من بطاقه التموين. فالناس عايز اقول برضه حضرتك في برضه بقى في نقطه برضه، حتى يعني الموضوع اعداد الكهرباء الممارسات يعني لازم نبص لها بصه تاني. الممارسات انا مجني عليا، انا راجل خدت الشقه وفي ممارسه وبدفع، ايه علاقتي ان انت ما ركبتليش عداد؟ صح. فدي لا دي في مراجعه عليها تاني، ولازم نقدم تظلمات، وان الدوله برضه هتبص للكلام ده. فالدوله شغاله ان الدوله مش هتضيع حق مواطن غلبان وتاخد منه حق. فكل من يستحق سلع التموين او بطاقه التموين هياخدها بالشكل الرسمي. اكيد. استعدادات بقى بتاعه اصحاب البقالين، اصحاب البقاله، يعني الاستعدادات بتاعتهم ان هم يستقبلوا النظام الجديد، هل كان في استعدادات حصلت؟ وايه الاستعدادات اللي حصلت؟ يا فندم احنا مطورين نفسنا من ايام الدكتور خالد حنفي لما كان عمل نفس المنظومه، ان المواطن مش مربط بسلعه معينه، هو مربط انه يضرب البطاقه وياخد القيمه اللي موجوده في البطاقه من مبلغ ياخد فيها كل ما موجود بدل التموين. فكان بدل التموين او مشروع جمعيتي بيطور من نفسه ويجيب اصناف كتيره جدا. ففضلنا على هذا الاساس حتى وقتنا هذا. فالتطوير هيكمل بقى تاني بكيري اون. كيري اون هي منظومه السلسله التجاريه، العلامه التجاريه لوزاره التموين، فكلنا هنبقى كاري اون. فدي التطوير بتاعنا. انت حضرتك شفت ما بتروحي كارفور، بتروحي فرجاني المحل، احنا ان شاء الله كنا حتى المحل بقول لي بدل التموين او مشروع جمعي، حتى المحل الصغير هتخش معانا منظومه كيري اون، ويبقى عندك ثلاجه ويبقى عندك مساحه رف، كل ده هيبقى موجود. فده تطوير مع منظومه الدعم النقدي. اكيد. طيب التكنولوجيا، بمناسبه التطوير، التكنولوجيا مهمه جدا طبعا في التطوير اللي هيحصل الفتره اللي جايه. تمام. استغلنا ازاي التكنولوجيا في حاجه زي دي؟ انا دلوقتي لو حد عايز يعمل اي اجراء، هل لازم ينزل ويروح وكده، ولا الموضوع بقى اسهل شويه؟ النهارده انت في بيتك حضرتك بتعملي اللي انت عايزاه على مصر الرقميه. عندك مشكله في النهارده بتعملي بطاقه تطويرات بقى حضرتك وانت قاعده على مكتب، النهارده حضرتك بتعملي رخصه العربيه وانت قاعده على في مكانك. فالتطوير ده موجود على أيوة. فالتطوير موجود حتى في بطاقه التموين. لما بتعملي بدل فائد او بدل تالف بتعمليها وانت قاعده في بيتك على مصر الرقميه ويجي لك لغايه البيت. يعني شوف بقى التطوير كنا فين، كان الاول يروح مكتب التموين ويستلم وشغلات. لا النهارده كمان مسموح انك تستلميها من المكتب في على الابلكيشن، انت تحبي تستلمي من المكتب ماشي، حابه تجيلك لغايه البيت ماشي. فده كله في التطوير. هي انا قصدي دي الحاجات اللي حصلت، انا قصدي هل في اقتراحات؟ يعني ايه اقتراحات حضرتك الفتره اللي جايه؟ احنا الاقتراحات ان شاء الله باذن الله مع كاري اون كمان، اللي عايز اقول برضه اضيفه لبعض المنافذ، ان انت هتبقى عندك ابلكيشن زي ابلكيشن مثلا كارفور، ابلكيشن ده وزاره التموين، تختار السلع اللي انت عايزها وهتجيلك لغايه مكانك. يعني مش هتروح لا تكتب اذن في المخزن وتقول انا عايز كذا وده لا موجود ده مش موجود، لا انت معاك ابلكيشن
هيبقى فيه كل اسم السلع. الابلكيشن لسه لغايه دلوقتي ما اطرحش، احنا دلوقتي احنا لسه شغالين على كلها الاجراءات. ده مقترح لسه ما بالظبط، اتنفذش. احنا شغالين لسه، لانه في الاخر انت مش هيسمح ان انت تروح مخزن وبتاع وانت بعد التطوير اللي انت فيه ده انت يبقى معاك بالظبط. ابلكيشن زي ابلكيشن موجود تسهيل الكلام ده كله. بخش على الابلكيشن وكل منطقه ليها احتياجاتها حسب المنطقه بتاعتك. يعني الريف مش هيقول لك انا عايز كاتشب بالظبط، فمش هتختار. في المناطق التانية يكون نائيه بكون عايز دي الحاجات الاساسيه بتاعتي، فبشوف منطقتي محتاجه ايه وبناء عليه انا بعمل تلبيط. فده اللي جاي بقى، ده التطوير التكنولوجيا اللي جاي. ان النهارده مش هخلي بقى ده للتومين او مشروع جمعيتي يخرج يجيب حاجه بالابلكيشن وهتجيله لغايه عنده، والمواطن يبقى عنده كل المواطن يجي يسالك ما عندكش كذا، انا بعرف ان انت في حد سالني انا عايز كذا، بحط على الابلكيشن ويجي لي. ده التطوير بتاع التكنولوجيا مع كاري اون. عامة يعني هو دي هتبقى حاجة كويسة للمواطن، بس زي ما قلت لحضرتك في شكاوى بتيجي من الناس يعني مش مستوعبة فكرة الجديد. هل ده بسبب ان اي حاجة جديدة بيبقى عليها نقد، ولا في سبب تاني مثلا حضرتك ممكن تقول لنا عليه مثلا؟ بص حضرتك، احنا لسه برضو عشان لسه ما جديد. خرجناش من الكلام اللي بيتسمع دايما، المواطن غلبان بيسمع، وست الغلبان راح يا ست ده هيغلغوا. في بعض النفوس اللي ضعيفه عايزه تنشر الفوضى في البلد، فبالتالي بيجي على المواطن الغلبان. المواطن الغلبان ده بيصدق اي حاجه. ده حقيقة. فبالتالي هي ايه اكتر حاجه النهارده تقدر تصيب الدوله او تعمل لها زهزان؟ انه حد يلعب في الدعم. فهو بيلعب على النقطه دي. يا حاجه لا ده النهارده يلغوا التموين، الست تروح قايله لصاحبتها الحوضه يلغوا التموين، صاحبتها برضو الثانيه نفس الكلام في الخبز، ده يشيلوا العيش، ده هيخلوا الرغيف بجنيه وهيدفع جنيه ونص. لكن هو ده كل حاجه بتحصل فعلا. ايوه جدا. هو بيلعب على حته الدعم، وانت عارفه ان الدعم ده بتاع المواطن البسيط اللي بالزبط. مش عارف هو فيه ايه. هو عارف انه جاي ياخد عيش وعارف انه جاي ياخد تموين. لما تيجي تلعبي في الحته دي صوت هيعلى. صح. فهو ده القصه كلها، لكن ما فيش اي حاجه من دي. فلازم ننوه الناس. انا بقول لحضرتك من مكاني، الدعم النقدي المشروط هو لصالح المواطن قبل اي حاجه. دي رساله مهمه لازم الناس تفهمها. زي ما حضرتك قلت انه الدعم النقدي معمول لصالح المواطن، يعني اي تطوير الدوله بتعمله فهي بتعمله لصالح المواطن بالزبط. يعني هو لازم يفهم كده المواطن. صحيح. وبناشد من عند حضرتك ان اي مواطن ما يسيبش بطاقته التموينيه او هتبقى الكارت الموحد عند بدال تمويني او عند صاحب مخبز، لان البطاقه هيبقى فيها فلوس. ما ينفعش اسمح لحد من بدال تمويني او مخبز انه يلعب في البطاقه. أيوة. بالظبط، فخلي بطاقتك معاك للامان. زي ما حضرتك قلت فيزا مشتريات، انا ما ينفعش اسيب الفيزا بتاعتي في مكان. فلازم المواطن يعرف يطور من نفسه. أيوة. كده ما يديهاش لا بدال تمويني او منفذ جمعيتي او صاحب مخبز. خلي بطاقتك في ايديك. طب هل في بقى ميعاد محدد، ولا هو اوريدي بالفعل اتنفذ الكلام ده ولا؟ احنا شغالين على كده، بس احنا عشان نطلع بوجه مشرف لازم نعمل كل يوم اجراءاتنا، لازم نعمل اجتماعاتنا، نشوف ايه الخلل اللي ممكن يضر المواطن او يضر صاحب المنفذ. فلابد لغايه ده كله شغالين في التطوير. ومعالي الوزير شريف فاروق احنا اقول لحضرتك شبه يوميا 5-6 اجتماعات بسبب الدنيا دي كلها. بالمناسبه انا عرفت ان حضراتكم كنتوا مشاركين في اجتماعات الوزاره الاخيره. ايه اهم القرارات اللي طلعت بقى الفتره الاخيره؟ ان احنا نشتغل على كاري اون، لان مش هينفع اعمل منظومه قبل كاري اون. فلازم يكون في كاري اون، حتى لو ما فيش دلوقتي لازم اعمل اغذي كل ما منافذ بيع السلع التكميليه مع السلع الغذائيه، عشان المواطن يجي ما يحسش بفرق، بل بالعكس يحس ان في مطور من نفسه. صحيح. طيب حضرتك كنت عضو مشارك في منحه ال 400 جنيه للتكافل والكرامه، كلمني عن التجربه دي، كانت عامله ازاي؟ هي التجربه دي كانت بصراحه يعني كانت ناجحه بنسبه كبيره جدا، وكانت يعني راحت لمستحقيها. ان احنا كان ال 400 جنيه احنا كنا يعني المبلغ كان كبير جدا، احنا ما كناش فاكرين كده. يعني احنا كنا فاكرين الموضوع يبقى 200 جنيه على شهرين. فوجئنا ان 400 جنيه المواطن النهارده خد احتياجات، لو هو فردين خد احتياج 4 شهور. فبقى عنده كفايته. فحتى عمل خزين لبيته. الناس فعلا كانت مبسوطه قوي فعلا وكان ارقام كبيره. يعني تخيلي لما يجي فرد بياخد 400 جنيه، فدي كانت منحه قويه جدا للدوله دعمت بها المواطن. هل في حاجه زي كده هتتعمل تاني قريب؟ هو يعني معالي رئيس مجلس الوزراء كان اصدر ما كان منحه السكر من حوالي سنه ونص. كان السكر بره دخل في 60 جنيه والوزاره نزلت المنحه كان ب 27. فبصي حضرتك هي الوزاره دايما باصه للمواطن.
منظور ان لما يحصل كده في السوق، لا انا موجود، انا هرفع اخفض السعر. وده خلى المعروض الكتير نزل غصب عنه، لان التموين ده ادى احتياجه للبيت، فانا أيوة. هبيع لمين؟ صح. لازم انزل تاني بالسعر. طب ايه التحديات اللي واجهت حضرتك الفترة الأخيرة بعد على طول الإعلان عن النظام الدعم النقدي؟ التحديات كلها ان الناس برضو مش فاهمه، لازم نقعد مع الناس ولازم ننوه الناس احنا الدعم محتاجين النقدي. حلول ايوه، فلازم للموضوع. انت كل صح. يوم كانت نفس المشكله بتاعت حضرتك، الست اللي جايه تاخد تموين او الراجل اللي جاي ياخد تموين غلبان كان بيرمي على بدال التموين او مشروع جمعيتي ايه ده، فالتاني كان بيرمي علينا يا جماعه الدعم النقدي ايه ده. لازم أيوة. نفهم الناس، لازم تعرف الناس ان الدعم النقدي ده حقه. انا ما بديلكش زي الزيت واقول لك دي اللي موجوده، ولا كيس سكر مفتح اقول لك ده الموجود، او عيش ناقص الوزن اقول لك ده الموجود. انا دلوقتي اديلك فلوس وتصرف براحتك كما تشاء. المخبز هنا مش عاجبك تروح المخبز غيره، بدل التموين او المكان منفذ البيع هنا مش عاجبك تروح لغيره. في ناس تقول لك انا ما بحبش عيش التموين، انا عايزه اجيب العيش الابيض او العيش البلدي عادي بس مش من التموين لانه بيبقى مختلف. ده سبب ده سؤال كويس جدا. ليه أيوة. بقى السؤال ده؟ شوف حضرتك، انت قلت الكلمه اللي احنا يعني الناس كلها لازم نروح لها. انت مش عاجبك العيش ده، انا هدخلك العيش السياحي كمان، انت ليكي فلوس. بالظبط، السياحي يعني. ايوه ليكي فلوس. ما عجبكيش الزيت العيش بتاع المخابز البلديه العاديه وعايز تاخد سياحي، حضرتك هتروح تاخد سياحي، لان في الاول وفي الاخر انا ربطت معاك فلوس، وهيبقى عنده مكنه يخصم من الفلوس والوزاره هتديله فلوسها. فيعني هي تحت للمواطن كما تشاء. وانا بقول لك برضو اقول لحضرتك يعني لا اخفي عليك سرا، بعد كده احنا رايحين برضو ان الفلوس دي ممكن تدفعي بيها فاتوره تليفون، فتدفعي بيها ايوه اللي جاي بعد ما تتحكي من المنظومه وبعد ما نشوف الغير مستحقين والمستحقين. يا فندم انت حضرتك فيزا مشتريات خصمي مليون جنيه كما تشاء، مش هربطك بحاجه معينه. دي حاجه لازم نقطع نعرفها، بس لازم نقفل مين يستحق ومين لا يستحق. بالظبط، عشان الدعم هو كان الموضوع كله خطوات، في البدايه نشوف مين اللي يستحق ومين لا يستحق، بعدين نغير النظام. وخدي بالك ان في عدد اللي لا يستحق لما اشيله فاللي يستحق هياخد مكان ما انا شلت. فبدل ما هدي هنا 10 ممكن ادي 100. ليه؟ انا كانت الدعم بتاعي مثلا مليار، النهارده انا شلت منه نص مليار، هدي النص مليار اللي يستحق. فلازم المواطن يعرف ان اللي جاي احسن في منظومه الدعم النقدي. لا انا بس عايزه افهم من حضرتك النقطه دي اكتر، يعني هل ده معناه انه مثلا ممكن التموين يزيد؟ السعر هيزيد طبعا. بص حضرتك، النهارده انا قلت لحضرتك انا بصرف مليار جنيه على المنظومه كامله، النهارده انا شلت من المليار ده نصهم لا يستحقون. تمام. فهاخد النص الثاني واحطه على يستحق، على الناس اللي تستحق. وبعدين مع التضخم انا برضه هحط السعر المناسب للاسره. ما في احنا كل شويه في تضخم عندنا، التضخم ده انا لازم احط هاخد ما انا هقول لحضرتك اللي انا حذفته ده كتير، فانا هاخد من اللي اتحذف يدي للمستحقين. وده كل من يستحق بطاقه تموينيه هياخد حقه اكتر من وضع النقد العين الحالي. طيب في النهايه انا عايزه اعرف من حضرتك رساله، او توجه حضرتك رساله للمواطنين نطمن بيها الناس، ولو في اي اقتراحات جديده او حضرتك حابب تضيف اي حاجه يا ريت حضرتك. انا بطمن الناس ساعد الدوله على الدعم النقدي، لان انت في صالحك الدعم النقدي، اولوياته الدوله، انت في صالحك الدعم النقدي. ما تسمعش كلام حد، لا التموين هيتلغي ولا العيش هيتلغي. كل النهارده لو حضرتك بتاخد زي الزيت، انا بقول لك انت هتاخد الزيت في جوده عاليه اعلى من الموجوده وبالسعر المناسب اللي نسبته الدوله بسعرها، وهيكون ليك فلوس كمان تاني. مع انك بتسيب رغيف الخبز بتاخد عليه باريزه، لا الدوله هتديك جنيه ونص، فكل ده هيبقى فيز مشتريات قويه هتقدر تختار سلعك. وما تسمعش كلام حد، لا تموين يتلغي ولا خبز هيتلغي، الدوله في اتجاهها انها تصلح مسار المواطن الغلبان. اكيد. بشكر حضرتك جدا. تحت امرك. حضرتك نورتني وشرفتني، ونتمنى فعلا الفتره اللي جايه الناس تفهم، ونتمنى كمان النظام ده فعلا حقيقي الناس تحس بيه بعد كده. انا متاكده انه اي حاجه جديده بتحصل بيبقى الناس قلقانه منها وناس خايفه منها، ده بطبيعه الحال الشعب المصري بشكل عام. بالظبط، المواطن اصلك انت جاي في حته الدعم الدعم والاكل بالذات، فهو بيجي عند الحته دي لما حد يقول لك الحق ده بتاعته وقفت، الزميل لا وقفت يبقى خلاص الدعم اتلغى. الحق شوف الدنيا، حتى اللي بتاعته شغاله يبتدي يتكلم، ده بيبقى قلقان. فهو ده القصه، كل ما جيت على مواطن غلبان في حته الدعم هو مش فاهم، فلازم نوضح للناس احنا في اللي جاي احسن. اكيد.
اكيد. شكرا استاذ تحت أمرك. ماجد نادي نقيب البقالين، شكرا لحضرتك جدا، تحت أمرك. ميرسي. ونشكر حضراتكم على المتابعه، والى اللقاء في حلقه جديده.